السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى ان شاء الله معانا فيديو جديد كده، ونرجع بقى لروتيناتنا بعد العيد. روتين كده النهاردة، يوم بسيط، ازاي بقى نحافظ على بيتنا كده بعد التنظيفات العميقة اللي احنا عملناها في العيد، نحافظ عليه مرتب ونضيف كده. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا بقى، يا ريت لو اول مرة بتشوفيني نوريني بالاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. ما تنسيش قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا تحطيلي اللايك. اول حاجه بقى كده انا بدات بيها يومي النهارده. طبعا انا لسه ما بداتش معاكم الفيديو، وده كده ملخص لكل الحاجات اللي احنا هنعملها النهارده. يعني يوم كده بقى ايه، سيبنا بقى من الكسل وخلاص، بقى ريحنا كتير بعد العيد وخدنا لنا اكتر من اسبوع راحه. نقوم بقى ونشوف اللي ورانا ونشوف بقى الدنيا كده إيه في بيتنا محتاجه ايه بقى نعمله وكده يعني. نتنشط ونتشجع كده وناخد من بعض كده ايه طاقه ايجابيه كده. انا بقى كسل كده من العيد، وطبعا بقى احنا لما بناخد كده على الراحة ونقعد يومين مش بنبقى عايزين نقوم تاني ولا نعمل اي حاجة. اول حاجة بقى كده انا عملتها في يومي، عملت الاكل اول حاجة كده عشان ايه اخلصه بدري. وطبعا الجو حر جدا والواحد بصراحة ما بيصدق يخلص الاكل ده ونطلع بره المطبخ خالص. اول حاجة كده كنت حاطة مية سخنة على النار، وكنت هعمل بقى طاجن بامية كده في الفرن. فبحب اسلق اللحمة الاول. حطيت معاها كده بعد ما المية غليت ورق لورا وحبهان وطماطمايه وبصل اللي هو الصغنن ده. وحطيتها بقى كده وشوية فلفل اسمر، وحطيتها بقى على النار تستوي بقى ايه 3/4 سلقة كده، عشان ما تاخدش معايا وقت كبير اوي في الفرن، لان برضو الدنيا حر وهتاخد معايا وقت كبير في الفرن لو انا حطيتها مع البامية كده ني. ممكن كمان الخضار يستوي وهي تكون لسه ما استوتش، فدي افضل طريقة لما تكوني هتعملي اللحمة في الخضار. طبعا بقى جيت هنا جبت بصلايه صغيره كده، خليتها تتشوح كده في معلقه سمنه، وبعدين نزلت عليها بنص معلقه من الثوم المهروس، وشوحتهم كده مع بعض وياخدوا لون فاتح كده، مش عايزينهم يغمقوا قوي برضو. وجبت بقى الباميه بتاعتي كانت عندي في الفريزر. فدي افضل طريقه للخضار اللي متفرز عندك، ان انتي تحطيه كده ينزل كل الميه اللي فيه مع البصله كده، ياخد تشويحه وينزل اي ميه فيه. وبعدين نزلت عليها بقى بالطماطم، كانت طماطم عندي برضو مسبكاها فنزلت بيها كده بقى، وحطيت لها الملح والفلفل. ولو خدتوا بالكم الطماطم تقيلة اهي، فانا هزودها برضو بشوربة دلوقتي لان ايه هي كانت تقيلة يعني وكانت متسبكة. وبعدين بقى اللحمة بعد ما اتسلقت، وهنا يعني اتسلقت ايه 3/4 سلقة كده زي ما بقول لكم. إيه وطبعا البامية برضو ما كانتش لسه لحقت ايه يعني، خدت غلوة واحدة في الصلصة. فهيكملوا بقى مع بعض كده شوية على النار من فوق، وزودتهم شوربة اهو. إيه هيكملوا شويه كده بقى على البوتاجاز من فوق، وبعدين هفضيهم في الطاجن وادخلهم الفرن. بصوا بقى لما خدت لها تسبيكه كده حلوه، جبت بقى الطاجن بتاعي وهفضيها فيه وادخلها الفرن بقى. هقيد لها من تحت برضو، هتقعد لها حوالي يعني، اخدت كده على نار عاليه حوالي نص ساعه، او حوالي ساعه الا ربع كده بالظبط اخدتها معايا في الفرن. وبعدين اديلها الشوايه بقى في الاخر عشان الوش يحمر بقى، ادخلها الفرن بقى واقيد لها الفرن. وكمان بقى اللي كان في الطاسه كده حطيت عليها مغرفتين شوربه وحطيتهم عليها بقى، على بقى البامية بتاعتي ما تاخد لها الغلوة بتاعتها في الفرن. عمل بقى شوية رز بشعرية كده. جبت بقى حلة كده وحطيت فيها شوية زيت، وبعدين هحمر الشعرية لما تاخد لون دهبي معايا فاتح كده وحلو. زي ما انتم شايفين كده هنزل بقى بالرز بتاعي عليها كده. وطبعا الرز عشان يبقى مفلفل معانا كده وجميل، كنت بسخن مية بقى دافية في الوقت ده عشان بحب احط له مية سخنة، بتخليه مفلفل وحلو قوي. وطبعا ما بحبش احط الزبدة في الاول ومع الزيت عشان ما تتحرقش، فانا بحطها كده. خلاص بقى بعد ما حطيت الرز يعني بيكون في سوائل كتير بقى في الرز وكده مية، فايه الزبدة مش بتتحرق ولا حاجة، وبياخد برضو طعمها الحلو وكده. لكن لو حطيتها مع الزيت في الاول بتتحرق. يعني خلي بالنا من النقطة دي، لو سمنة بلدي او زبدة فلاحي ممكن تتحرق. فبس بقى حطيتها كده، وبعدين بقى ضفت المية السخنة وحطيت الملح واسيبه بقى يتشرب. وبعدين بقى هوطي عليه خالص لما يتشرب. البامية بتاعتي بقى زي ما انتم شايفين كنت قدتلها الشواية كمان وكمان خلصت كده. جيت بقى هنا معلقة سمنة على معلقة زيت كده، وجبت نص معلقة من الثوم المهروس. وانا بالبامية بحب اعمل لها الثوم في الاول وفي الاخر، بتبقى حلوة قوي. وبعد ما اخدت لون دهبي فاتح كده ضفتها بقى على البامية كده، بتبقى طعمها حلو قوي وجميل. وبس كده. ده بقى كان الغدا النهاردة، كان البامية الجميلة دي. وبعد ما اخدت لون، بصوا البامية لونها عامل ازاي وخضرة وجميلة. ودي خلي بالكم انا مفرزاها كمان. وبصوا بقى اللحمة ما شاء الله،
يعني كانت دايبة جامد، هي كانت سخنة قوي فانا مش عارفة اتعامل معاها. بس بصوا كانت عاملة ازاي، يعني ما شاء الله الطريقة دي حلوة قوي. وكمان اللحمة بتبقى واخدة كده طعم بقى الصلصة والحاجات دي لما بنسيبهم بقى مع بعض شوية في الاخر كده. والرز الجميل بقى بتاعنا اللي بشعرية. وخلصت بقى الاكل بتاعي ورحت بقى كنت عايزة بقى الف كده على الشقة كلها بالمكنسة وتنفيضة سريعة كده. بقالي بقى كام يوم ما عملتش فيها حاجة، وانا بقالي كتير من العيد بقى ما صورتش معاكم اي روتين بقى ولا يعني خالص. فانا كنت بعملها كده بالمكنسة، يعني كل كام يوم كده اعملها. بس مش كتير يعني بصراحة من ساعة العيد. فانا بقى كنت يومها عايزة ان انا انفضها كده تنفيضة سريعة، ولمع كده اي تراب على اي كومود بقى او اي ترابيزة وكده، واعملها بالمكنسة. وحبيت بقى اشارككم الروتين بتاعي ده كده عشان نقوم كده ونتنشط، وكفايانا كسل بقى. ظبطت بقى الملاية دي كده، وعدلت كده عدلتها كويس وظبطتها. طبعا هي كانتش متبهدله قوي، ما كانتش محتاجه تتغير. والمفرش بقى اللي انا كنت حاطاه معاكم بقى في العيد شيلته بقى طبعا، لان يعني بيبقى واخد مكان مش بنستفاد منه باي حاجه بقى في الحر ده. كنت حاطه بس منظر عشان العيد وكده. فطبعا بقى خلاص العيد خلص، انا شيلته على طول بقى، يعني بعد ربع يوم العيد كده على طول شيلته. جيت بقى هنا برضو على التسريحة شلت المفارش، وحبيت بقى ان انا انفضها كده والمعها برضو. برضو كمان في شباك بقى فوق التسريحة والكومود ده على طول، فعلى دايما يكون عليهم تراب كتير قوي، بالذات الكومود ده والتسريحة. وقطعة قماشة بقى مبلولة كده، بدأت ان انا المع بيها الرخام كده، اي تراب عليه بقى بينضف بسرعة يعني. وبس بقى كده بدأت بقى ان انا المعها كده، يعني ما خدتش معايا مجهود كبير بصراحة، كان شغل البسيط يعني في الشقة كلها. بس بقى حبيت ان انا اشارككم الروتين كده ونتشجع كده ونقوم، لان بصوا يعني احنا لما بنقعد بقى يومين كده بقى العيد دول بناخد اجازة فيهم. يعني فعلا الواحد كان واخد اجازة وكان مريح نفسه من كل حاجة، يعني على قد الاكل والشرب بس. فطبعا بقى طالعين من كسل لما بنقعد كده بقى يومين ما بنعملش اي حاجة، بنحس بكسل جامد بقى، يعني نطلع كده مش عايزين نعمل اي حاجة. فقمنا بقى كده واستعنا بالله ونتشجع كده بقى ونشوف اللي ورانا وعملتها بقى كده بالمكنسة. وعامة يعني انا مش بحب افرش السجاد كتير في الحر، يعني انا طول الصيف بكون شايلاه وبيكون متعب جامد، وبيكون كمان يعني المنظر مش حلو قوي، الشقة بتكون احلى بكتير بالسجاد. لكن انا بكون بحس ان هو بيحرر المكان قوي. وطبعا الحر يعني بقالنا كذا سنة بقى الحر صعب بصراحة، الصيف بقى يجي صيف فعلا صيف والحر حر فعلا. فربنا يعيننا كلنا يا رب، وربنا كده يرجعنا من نار جهنم. يعني دايما نقول كده في الحر، ما نقولش الجو وحش الجو صعب، الجو يعني فعلا بيكون صعب بيكون حر جامد. بس لما نلاقي الجو كده يعني نقول اللهم اجرنا من نار جهنم، اللهم اجرنا من نار جهنم. بس كده بقى. فانا بحب دايما ان انا بكون شايلاه بقى في الصيف. وفي الشتاء بقى يعني مع بداية كده اخر شهر 10 بحب بقى ان انا افرشه تاني. والدنيا بقى طول الشتاء بتكون كده حلوة يعني بسبب السجاد ده يعني. فبيكون محلي المكان يعني. انا ما كنتش عايزة اشيله بصراحة، بس عشان الحر ده فانا يعني ده يعني قلت يومين كده وهشيله خلاص. فممكن بعد كده في الفيديوهات ما تلاقوهوش بقى معايا. طبعا قلت بقى كفاية كده عليه، لان طبعا زي ما قلت لكم الجو بيكون حر جدا ومحرر المكان قوي. جيت بقى هنا على الانتريه بقى في الصالة ونفضته كده برضو تنفيضة سريعة. ونفضت الخشب كده لمعته تلميع سريع كده. مسحت الترابيزات واي حاجة بقى كده ازاز او حاجة لمعتها. وبرضو شفطت الارض بالمكنسة. وطبعا يعني الدنيا الحمد لله ما كانتش متبهدله قوي ولا حاجه، بس طبعا بقى نقوم كده ونتنشط ونتشجع ونخلص كده كل اللي ورانا برضو، حتى لو شغل بسيط او اي حاجه ما نكومش بقى على نفسنا. وطبعا عشان نحافظ على الحاجات اللي احنا تعبنا فيها وعملناها يعني كلنا في بيوتنا وكده، فلازم نحافظ بقى على نظافة اي حاجة عندنا بقى. نعمل على طول كده ايدينا في الحاجة على طول عشان اللي احنا طلع عينينا فيه ده ما يتبهدلش تاني. بس كده بقى شفطت الارض بالمكنسة كده، يعني برضو ما خدتش وقت معايا وما كانتش متبهدله قوي، انا كنت عاملاها من يومين كده. بس لان احنا مش بنقعد في الصالة
فبتكون دايما نظيفة. وحتى الأوضة اللي أنا عملتها معاكم برضو لسه، فمش قاعدين مش بننام فيها دايما برضو، فبرضو بتكون مش متبهدلة قوي. يعني أكتر مكان بيكون متبهدل هي غرفة الأولاد، يعني هي اللي بتكون متبهدلة جامد أكتر مكان. وبس بقى كده خلصت الصالة كلها كده وخليتها زي ما انتم شايفين، يعني مشيت عليها كده على السريع وبقيت الحمد لله زي الفل. جيت هنا بقى كنت عايزة اغير الملايات دي بقى من العيد، انا ما غيرتهاش طبعا زي ما قلت لكم، معظم القعدة هنا في الغرفة دي، فطبعا الملايات كانت متبهدلة جامد وكنت عايزة اغيرها بقى. شلتها بقى كده وقلت بقى اما انفض الأوضة برضو كده ولمع. طبعا يعني الدنيا كانت الحمد لله مش متبهدله اول حاجه، بس طبعا في ترابه كده خفيفه. فيعني لازم بقى ان احنا نقوم ونشوف اللي ورانا عشان نحافظ على كل اللي احنا عملناه والدنيا ما تتبهدلش قوي يعني معانا. بس بقى كده جيت غيرت الملايات وفرشتها بقى. يا ريت بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا لي لايك ودعموني كده بكومنت حلو منكم بكلامكم الجميل. ربنا يبارك لكم يا رب كلكم ويكبر بخاطر كل اللي بيكتب لي دعوة حلوة كده زيه. وكلامكم الجميل ده. بس بقى كده خلصت السرير ده، ويعني ما خدش وقت معايا بصراحة، الغرفة كلها والشقة كلها عموما ما خدتش وقت، فيعني ان احنا بقى نقوم ونشوف اللي ورانا كده ونتنشط ونتشجع كده. وكفاية بقى كسل، احنا ريحنا كتير، فخلاص بقى نقوم بقى كده ونشوف اللي ورانا. وزي ما انتم شايفين بقى رحت على السرير التاني، وعشان بقى ان انا اعملها الملاية يعني تبقى مظبوطة معايا، بحب ان انا ارفعها كده لفوق عشان اعرف اظبطها كويس من كل ناحية. وبعدين ارجعها تاني مكانها زي ما كانت. قولولي بقى في الكومنتات مين زي كده مش بتحب تفرش السجاد في الصيف يعني وما بتبقاش طايقاه كده. طبعا وبيكون متعب قوي بقى لان الدنيا بتتبهدل بسرعة. وبتكوني محتاجة ان انتي تمسحي الارض دايما على طول يعني باستمرار. مثلا انا بعملها كل يوم في الصيف ده، يعني هو بيكون رخم الوضع وكده، بس بصراحة انا مش بستحمل السجاد خالص. بحس المكان اتحرر جامد والمكان بقى صهد، فانا مش بستحمله في المكان كله يعني. بس لكن في الشتاء بيبقى حلو قوي وبيبقى مدفي المكان، طبعا لازم في الشتاء نبقى حاطينه دايما. طبعا يعني كل واحد ورأيه ويعني الآراء بتختلف وكده، ففي ناس طبعا بتحب تكون حاطاه دايما وبتحس ان شكل المكان مش حلو، يعني مش منسق ومش مناسب كده. وهو فعلا بيكون محل المكان وبيكون عامل شكل في المكان، لكن طبعا يعني كل واحد بقى وذوقه وكل واحد وراحته. بس انا عن نفسي يعني انا اخري معاه كده كام يوم وبعد كده بشيله بقى خلاص، باجي بقى على الشتا كده ببتدي ان انا احطه تاني. لان انا زي ما قلت لكم يعني بيحرر لي المكان جدا، بالذات بقى شهر اللي هو 7 بقى و8 دول، يعني ربنا يعيننا بيكون الجو صعب بجد فيهم. يعني بتكون درجة الحرارة عالية قوي، فانا بقى ما اقدرش يعني ان انا استحمله بصراحة الشهرين دول بالذات. وبس بقى كده يا رب النهاردة الروتين يكون عجبكم والفيديو يكون عجبكم. وخدنا جولة سريعة كده عشان بقى ازاي نحافظ على بيتنا كده دايما، كل كام يوم نعمل الروتين السريع ده في البيت، هنتلاقينا محافظين على النظافة اللي احنا عملناها والتنظيفات العميقة اللي احنا عملناها. وبس كده ده كان فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم والروتين يكون عجبكم. ما تنسوش تحطولي لايك ودعموني بكومنت حلو منكم، واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامة.